بواقع 20 يوم على انطلاق موعد مؤتمر فوركس القاهرة 2023. يمكن ده المؤتمر الثاني، يمكن المؤتمر الأول عملناه في اسكندرية. طبعا المؤتمر يوم 29 ابريل فندق توليب في مدينة نصر. يمكن هدفه ايه؟ لازم نعرف ايه هدف المؤتمر بتاعنا. يمكن الهدف الاساس بتاعنا هو نشر الوعي الثقافي عن البورصة العالمية. البورصة العالمية يمكن الفترة اللي فاتت بدأت تنتشر بشكل كبير جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك. ناس تقول لك الدهب راح فين، الفضة راح فين، طب الدولار يرتفع، الدولار ينخفض، اليورو راح فين. يمكن احنا عندنا 4 محاضرات عن البورصة العالمية. هنتكلم عن طبعا الذهب، هنتكلم عن آخر تطورات في منطقة اليورو. عندنا أستاذ أحمد عرابي هيبدأ نتكلم تحليل اليورو مقابل الدولار، وعندنا كمان محاضرة عن التحليل الفني في البورصة العالمية. يمكن معانا أستاذ محمد رضوان ايه بقى البورصه وايه التحليل بتاعها. وعندنا طبعا محاضره تاني البورصه العالميه استاذ محمد الشربيني عن داون جونز ومؤشرات. وطبعا بنهتم بالبورصه المصريه، ان البورصه المصريه هي الاساس، هي بتاعه البلد. لازم هل تعلم ان مصر كانت محتله من البورصه المصريه وبورصه اسكندريه، بورصه القطن كان محتله يمكن الترتيب الرابع على العالم. عندنا محاضرتين عن البورصه المصريه. كان معانا معانا طبعا الدكتور محمد عبد الهادي هنبدا نتكلم البورصه المصريه، ومعانا الاستاذ احمد عبد الفتاح هيتكلم البورصه المصريه. ايه 3 محاضر الباقيين بقى؟ عندنا محاضره عن الاقتصاد والاستثمار. يمكن اول محاضره عن الاستثمار يمكن معانا الدكتور عز من بورسعيد، هيبدا يتكلم عن الاستثمار في افريقيا. يمكن الراجل ده بيبدا يحكي لك بقى القصه ان راحها في افريقيا وراح دوله في افريقيا. هل في استثمار في افريقيا؟ ايه العوائق؟ طب هل ممكن نفتح مجالات في افريقيا؟ عندنا محاضره تانية طبعا مع استاذ الكبير الدكتور طبعا سامي حبيب، هنبدأ نتكلم عن التخطيط الاستراتيجي. لو انت عندك اي تخطيط لازم في حاجات استراتيجية لازم تتطبق معاها. معانا يمكن محاضرة طبعا اللي بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت عن الاقتصاد الأخضر. معانا الدكتورة رشا من المنصورة، هنبدأ نتكلم عن الاقتصاد الأخضر. فيما معناه المؤتمر شامل، بورصة مصرية، بورصة عالمية، اقتصاد، استثمار. ده بيخاطب جميع الفئات المجتمع، اللي عاوز يسمع بورصة موجود، اللي عاوز يسمع استثمار موجود. إن شاء الله موعدنا يوم 29 إبريل القادم بالقاهرة. ده بالنسبة للمؤتمر بتاع القاهرة. نيجي بقى للنقطة اللي وراها. كان حديث المدينة